ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الفيديو بتاع النهارده كله تشجيع بقى وتحدي للكسل، وهتاخدي منه طاقه ايجابيه وافكار هتعجبك جدا. لو اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده الروتين بتاعنا النهارده روتين مسائي، يعني بعد ما بنخلص بقى الغدا وبنخلص كل حاجه ورانا، في حاجات لازم نعملها قبل ما ننام. ما ينفعش خالص تنامي وتسيبي المطبخ بتاعك فيه مواعين، بتقومي تاني يوم بصي كآبة الدنيا كده بتبقى فيكي. فانتي لو غسله المواعين من بالليل ومشطبه المطبخ ومظبطاه، بتقومي تاني يوم بقى كده تلاقي نفسك مفتوحه اصلا على الوقفه في المطبخ. فبشوف بنات كتير بيبقوا مش عارفين ازاي يبتدوا الترويق، او على طول كسلانة، على طول مش قادرة تعمل حاجة في البيت. انتي مش لازم تطوعي الكسل ده، لازم تتحديه، لازم كده تشجعي نفسك وتحفزي نفسك وتقومي تخلصي كل اللي وراكي، ما تستسلميش ابدا للكسل. فلو انتي خلصتي غداكي وخلصتي كل حاجتك، ما تكسليش، ممكن تقعدي ترتاحي ساعة ساعتين بس قبل ما تنامي. قومي نص ساعة بس كده اغسلي الاطباق والكوبايات وبيتي المطبخ بتاعك نظيف. بتقومي تاني يوم تلاقي المطبخ رايق، هتبتدي تفكري في الفطار، تفكري في الغدا، تشوفي لو في حاجة تانية هتتروق في الشقة. لكن طبعا لو المطبخ متكركب، الكوبايات كلها مش نظيفة، المعالق، الاطباق، وقايمة تاني يوم مطلوب منك فطار اول حاجة، وخصوصا لو معاكي اطفال او حتى ولاد كبار اكيد لازم يفطروا، تحضروا لهم لانش بوكس، تلاقي المطبخ متكركب، تبقي واقفة اصلا كده حاسة ان الطاقة السلبية كده محوطاكي اصلا ومحوطة المكان كله. فتروقي مواعينك من بالليل وتغسليها، مش بتكمل نص ساعة. يعني أنا بعد ما بنتعشى برتاح شوية، اقعد اسمع مثلا مسلسل مستنياه، اعمل اي حاجة، باجي بقى اللي هو على الساعة بقى 10 11 كده اقوم غسلة المواعين، اشوف بقى هنتعشى ايه تاني. بقى ساعات يعني بناكل على 12 كده، مثلا بحضر بيتزا، بحضر سندوتشات، معجنات، اي حاجة سريعة كده. بغسل المواعين وببتدي ان انا احضرها. فالعشاء النهاردة بقى ايه؟ بيتزا. طبعا لو اتعشيتوا فينو وجبن هتلاقي العشوة دخلت فيكي 50 جنيه، وفي الاول وفي الاخر الفينو ما بقاش يشبع، وصباع الفينو اصلا يعني سخطوه وبقى قد كده. فانا شايفة ان البيتزا من الحاجات المشبعة وكمان سهلة وسريعة. فانا المقادير اللي انا مستخدماها هنا تعمل 2 بيتزاية وسط. انا هعمل واحدة بيتزا وهعجن شوية ميني بيتزا كده ايه للفطار لتاني يوم. طبعا لو واثقه في نوع الخميره اللي انت استخدمتيها بتبتدي تحطي كل المكونات زي ما انا ما عملت كده. هقول لكم مقادير البيتزايه الوسط: كوبايتين من الدقيق، معلقتين من الزيت، معلقتين من الخل، ورشة من الملح. الزبادي مش اساسي في الوصفة، تقدروا تستغنوا عنه، بس لو موجود بيخلي العجينة هشة جدا وطرية وبتبقى شبه الجاهزة بالظبط. ممكن كمان تزودوا معلقة من اللبن البودرة لو حابين. عجنتها بقى كويس جدا وسبت العجينة شوية كده تخمر. وشايفين بقى محمد كان قاعد معايا على المطبخ، اديت له حتة عجينة. بصوا لما بسيبه تحت بيفضل لي كل المواعين بقى بتاعة المطبخ والحلل والصواني. فقعدته جنبي كده على الرخامة وقلت لو بهدل حتى هدومه بالدقيق مش مهم، ابقى اغير له الهدوم. هو اصلا كان قاعد بصوا فرحان بقى بالعجينة وخلاص، اللي هو بقى مش عايز اي حاجة تانية. كان معايا برضو لبن حطيته في اللبانة كده وهحطه يغلي. وطبعا بقى فردت البيتزا، انا بحب اعملها بالليل تبقى بالجبن كده وبالخضار، وساعات بزود شاورما لو احنا حابين. الميني بيتزا بقى بصوا في الفطار بتبقى تحفة جدا، بحطها في الطبق دوت وبحفظها فيه لتاني يوم الصبح. لو حابين ان انتوا تسخنوها كده في الميكروويف او في الفرن بتبقى كأنها لسه معمولة. وهقطع برضو البيتزا، وعايزه اوريكم بقى مطة الجبنة عاملة ازاي. الجبنة اللي انا مستخدماها هنا جبنة الحمد، انا بحب طعمها وبحب المطة بتاعتها. تعالوا نشوف هنكمل ايه تاني في الروتين بتاع المطبخ. انا بحب يوم الحد ويوم الاربع امسك اي حاجه في المطبخ عايزه تتصبن واصبنها. الاتنين مثلا والخميس، الخميس بتبقى الشقه كلها عايزه تتظبط عشان طبعا الجمعه اجازه.
الاتنين ممكن امسك مثلا الريسبشن بالسفرة، التلاتة امسك اوضة الاطفال، الاربع اوضة النوم. كل يوم بعمل حاجة. على نهاية الاسبوع اللي هو روتين يوم الخميس بلاقي الشقة كلها عايزة بس نص ساعة ساعة بالكتير وتبقى تمام جدا. انت كمان لو قسمتي كده ايام الاسبوع كل يوم تعملي فيه حاجة، ويوم الخميس طبعا تعيدي على الشقة كلها مع الروتين العميق مرة كل شهر مع الروتين السنوي او الروتين الموسمي، هتلاقي الشقة بتاعتك نظيفة على طول وانتي ما بتبذليش مجهود كبير جدا في اللي هو الروتين العميق او الروتين الموسمي او الروتين الشهري بتاع الشهر. هتلاقي بصي الدنيا تمام جدا معاكي. فجبت بقى اي حاجة في المطبخ عايزة تتصبن كده معايا، العلبة بتاعت الفرش برضو بتاع السيليكون ديت بحطها كده على الرخام كانت عايزة تتصبن، وبرضو العلبة بتاعت المناديل، وهبتدي امسك برضو الرخامة واصبنها حلو. بشوف ناس كتير بتسأل يصبنوا الرخامة بايه او يستخدموا لها ايه. الرخامة ديت طبعا نوعها جرانيت، في الرخام الجالاكسي، في انواع كتيرة. الرخام انا ما بفضلش ليه ان انت تستخدمي معاه اي نوع او اي مادة كيميائية، هو كفاية عليه قوي الصابون وتصبنيه باستمرار وتفضلي محافظة عليه وعلى طول يبقى نضيف. طبعا ما تدلوش فرصة ان هو يبقى محتاج مادة كيميائية. فانا بستخدم صابون بس للرخام. تعالوا نشوف مع بعض الحوض نفسه بقى اللي استلس هستخدم له ايه. مسكت برضو العلبة بتاعت الصابون كده وهبتدي ان انا اصبنها حلو بالفرشة. الفرشة ديت ميزتها ان هي صغيرة بتوصل لاي حاجة بالمساحة بقى بتاعت الازاز. وابتديت ان انا امسح المية اللي على الرخام، وطبعا تنشفيه بفوطة وتبيتي الرخام بتاعك كله نضيف بالشكل ده. يوميا كده بعد ما تغسلي المواعين تلميعة سريعة كده للرخام، مش كل يوم طبعا هيتصبن بالفرشة. تعالوا نشوف بقى هنصبن الحلة بتاعت الحوض ازاي. في كذا طريقة وكذا وصفة لتصبين الحلة بتاعت الحوض. اولهم الباور اللي هو بتاع مايوي. طبعا لو موجود عندك الباور دوت ممتاز جدا للستانلس بتاع البوتاجاز او بتاع حلة الحوض. طب لو مش موجود عندك ممكن تستخدمي باكو من البيكنج باودر، معلقتين من الخل، معلقتين من الصابون، وتبتدي ترشيهم على الحوض كده. وترشي برضو ليمونة، تمسكي ليمونة وتعصريها كويس وتدعكي هتلاقي الحوض بيلمع معاكي وزي الفل. وفي كمان اللهلوبة بتبقى متوفرة في كل البيوت المصرية او معظم البيوت. دول اكتر 3 حاجات مشهورين لتنظيف الحلة بتاعة الحوض. طبعا لو ما فيش اي حاجة خالص ممكن صابون المواعين وشوية مية سخنين، بس دوت هيحتاج مجهود شوية منك على ما الحلة ما تنضف، خصوصا لو فيها بقع او فيها اي حاجة سايبة فيها علامات يعني. فانتي على طول بيتي الحلة بتاعتك نظيفة بالشكل ده ما فيهاش اي بواقي طعام. اول ما تصحي من النوم وتدخلي المطبخ وتلاقيه رايق بالشكل ده نفسيتك هتتحسن وهتتشجعي ان انتي تخلصي برضو كل اللي وراكي. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.